الاول يا جدعان انتوا اسمكم ايه بس كده؟ انا اسمي محمد يابا. محمد. انا يوسف. فارس عثمان. فارس عثمان، ده اسم ثنائي يعني. محمود. بصوا يا جدعان، انتوا سمعتوا عن في خاتم كده طالع على السوشيال ميديا ترند. الخاتم ده فيه زرارين، الزرار الاخضر ده لو انت عملت ايه حسنه، كل حسنه بتدوس على الزرار، في زرار تاني احمر، الزرار ده لو انت عملت سيئه. اولا تفتكر الخاتم ده لو نزل في مصر ايه ممكن الحسنه اللي المصريين يعملوها؟ واخد بالك؟ وايه ممكن الذنوب اللي يعملوها في يومهم؟ يعني انا مثلا واحد من الناس، انا عايز اقول لك بس حاجه، انت اقف بالاول بوشك، خليك وشك للكادر. ايوه. اول حاجه مثلا انا عايز اقول لك ايه، يعني مثلا انا عايزك تروق كده وتهدى، ما عرفناش معاك لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين، احنا هنا في سله واحده فما فيش اي وقت حد ينط من السله دي دلوقتي. انا عن نفسي هيلغوا لي الزرار الاخضر، يعني فاهم، هيخلوه احمر بس. ممكن نطبق حاجه ثانيه، هو يدوس لوحده، يعني فاهم، يعني طول ما انا ماشي كده يدوس ذنوب بقى. فمعاك انت مثلا ايه ممكن الحسنات اللي تعملها في يومك مثلا؟ مفيش حسنات ولا ايه؟ قول عشان شكلك قدام الكاميرا عدتش لسه هتفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ايه ومحدش شايفنا؟ المهم حد يتكلم يا جدعان عشان مش عارف من ناحيه الذنوب، فالذنوب كتير يعني. طب قول الذنوب اللي انت ممكن تعملها في يومك. اصلا اي واحده معديها بص على عندك حق. يعني من غير تفسير، يعني هيبص عليها. تمام، ده ذنب. عشان بس اليوتيوب وكده. تمام. بس ومن ناحيه الحسنات يعني فالحمد لله ما بنصليش برضه، فده ذنب برضه. لا ما انا بتكلم، ما هو ده انت عايز حسنه، ما هو ده ذنب اصلا. ده ذنب. طب انت كده عندك يعني احنا نشيل الاخضر عنك، نخليه احمر بس كده. تزمر طول ما انت ماشي بقى، واخد بالك؟ يعني طول ما انت ماشي هتزمر لوحدها. حلو. انت ايه اللي ممكن حسنات تعملها؟ واحد يصلي مثلا. صلي. طب دي حسنه يعني، انت طول ما انت اليوم كله هتقف على الصلاه. انت عايز حسنه ثانيه يعني؟ طب سيئات ايه؟ انتوا عندكم السيئات هي المنتشره صح؟ يعني شايف السيئات عندكم منتشره. ايه الحسنات؟ نفس الكلام، نبص على واحد. برضه نفس الكلام. انت معايا، انت مش مع اعتقاد. طب ايه اللي ممكن الحسنه اللي تعملها؟ هو الحسن ان انا بحاول ان انا ابقى كويس، عشان هو اللي بيصور والله مش انا. ان انا بحاول ان انا ابقى كويس اصلا، يعني هو سيئات يعني وكل انت حاجه. بتدي لنفسك حسنه عشان تبقى عايز تبقى كويس؟ لا، ما هو بيقول لك يعني انت لما بتكون تبقى عايز تحسن من نفسك وتبقى انسان كويس وتستغفر ربك كده، يعني تبقى حاجه حلوه وبتاخد حسنات برضو على كده، يعني من ناحيه كل حاجه بقى كويس، من ناحيه ان انا ابتدي اصلي، ابتدي اعمل كذا حاجه يعني. دي حلوه. ايه السيئات اللي ممكن تعملها؟ السيئات بقى كتير زي ما قال لك مثلا. كتير، هي حاجات كتير قوي. ما السيئات صراحه ما فيش اكتر منها عندنا هنا في البلد يعني. فالسيئات يعني اذكر لك ايه ولا ايه ما تعلمش بقى، يعني في كتير، فبلاش بقى ايه، بس عايز تقف بلاش وشك. نفضح نفسنا. انت داخل خارج الكاميرا دي مالهاش حرمه. خش يا باشا. والله بطل كل اللي اقدر اقول لك عليه ان ممكن ما تلحقش تعمل حاجه بالخاتم ويتسرق منك. انت في مصر يا بطل اصلا. دي حقيقه. بس فهو يعني انت، طب انا بقول ايه ممكن شايفها مش فكره حلوه يا باشا. هي انتشرت ترند. طب انا عايز اقول لك على حاجه، فيفي عبده جابت الخاتم ده، فتفتكر فيفي عبده ممكن تعمل حسنات ايه بالخاتم ده؟ اعمل عليه الزراير هتقع. لا طب ايه الحسنه بجد؟ التذكره بتاعت المسرح بتاعها تبقى ببلاش. ما دي ذنوب برضه، يعني عامل زي سفنار كده. دي ذنوب برضه. بالظبط كده. مفيش حسنات في الموضوع. طب انت ايه رايك في الموضوع ده؟ بس بص انا عايزك ده ما يعرفش يعني كلمه حسنات. هات الراجل ده جنبنا يا جدعان. يا عم والله انت طالع، وعد الله طالع. ربنا الراجل ده الصح وبيعمل حسنات كتير، والخاتم ده لو نزل انا هاخده اول حاجه عشان مفيش فلوس، ما بنديش جوايز. ما بنديش جوايز. مفيش جوايز. خلاص الراجل ده مش الصح الصح، ايوه اي كلام. والخاتم بتاعه مضروب. ايه ممكن حسنات تعملها في يومك؟ والله يعني انا موبايلات يا جدعان كده ستوب. ايوه اتفضل. يعني احنا نصلي بس كده، الحسنات دي هتجيلنا وربنا فاهم. والخاتم ده فاهم، يعني لما ببص على الحاجه دي فاهم، احنا ندوس، يعني هو الخاتم بيدينا حسنات ولا بيدينا؟ لا انت الخاتم ده فيه زرارين. انت بقى عملت سيئه، انت عملت سيئه، انا عملت سيئه ان انت جبته اساسا يوم. ده اساسا سيئه، يعني ده الخاتم هيفرق يا عم. انا حبيبي يا معلم وربنا، احنا بوظنا الحلقه يا جدعان. لا ولا يهمك يا عم، انا همنتج، انا في مونتاج. لا هتمنتج ايه؟ انا عايز اخلي امي تتفرج عليا عشان اقول لها انا اتشهرت فاهم. هو يعني ايه هيمنتج؟ هو يمسحه بيقول لك همنتجه بس يعني عشان الناس اللي تعدي. طب في سؤال تاني، ايه اكتر حاجه بتلفت نظركم في البنات عموما؟ وبكلمك بصراحه بقى. حلاوتها، تبت قلباتها فاهم، تبت قلبها دي جامها. يعني هي جامها. ايه اللي هو بيقوله الراجل ده؟ هو بقى في وشك كده، هو في وشك للكاميرا. قلبها كيوت كبير. قلبها كبير. بمعنى كبير
افهم بقى. لا انا فهمت على فكره هو قصدك. بوندو بياخد سيئات خالص. والله يا بطل اكتر حاجه بتلفت انتباهنا في البنات في ايام الامتحانات دي وقف بوشك بس للكاميرا. النضاره الكعب كوبايه، فاهم؟ تعرف تغش وانت مرتاح كده، فاهم؟ انت داخل لمصلحه. اه انت بنت نظرك البنت المصلحه. ايوه يا يعني باشا، انت راجل امال ايه؟ برنس والله. الراجل ده بيغني راب خلي انا بالك. لا انا الحمد لله كل اللي جنبي ناشفين. بيغني راب. بس هو كل اللي فيك جنبي بس ناشفين في معيش بنات الامتحان، اصلا. فمتضايق. يعني انا محمد قدامي، محمد جنبي، محمد ورايا. ما فمفيش فيش أصلاً بنات أوبشن اصلا. ده أساساً. فالواحد محروم هنا انا بقى أصلاً. كلها بنات وما بعرفش وبعدين اغش يعني- برضه. يعني انا حليت 6 اسئله في تاني امتحان وكتاب الله. 6 اسئله في كل امتحان. الامتحان من 40 درجه، يعني هو 6 اسئله من 20. 6 من 20. او ربنا ده انت عبقري، ده انت ازاي واقف معانا كده؟ ده ما بيغشش معايا. بس اقف للكاميرا بس عشان يبقى وشك معانا. هو 40 سؤال، 40 سؤال. السؤال بنص، هو جايب درجتين ونص من 20. مع الرأفة الرأفة 7 درجات، هو جايب كده 2 و7 كام؟ 9. 9 ونص من 20، يعني اساسا مش معدي النص. مش معدي النص اصلا. ده حاجه انجاز. في واحد اللي فين اللي صاحبكم اللي كان عنده موهبه دلوقتي؟ ماشي خالد. خد يا خالد. ده حل امتحان غير امتحانه فهو مش هيغني حل امتحان غير امتحان. فهو دلوقتي ده عمل ازاي كده؟ مش عارف. ازاي يعني؟ وانا حل عايز امتحان بس غير الناس امتحان. تدعي لي 40 دعوه بس كده والنبي عشان مراقب يعني. 40 دعوه يا جدعان هنا. 40 دعوه قول خليج اسمك- مستجابه، اسمك فادعوا لي يا ثلاثي جدعان. بقى. انا اسمي محمد. اخويا سيد زينو من الجيار. اخويا ايه ده؟ مش انت؟ اخويا صح، انت مش انت انا اللي- سيد زينو من الجيار فاهم. تعال. الامتحان اثر عليا. وده اخويا معاذ يا عم برضه فاهم. أخويا مشهور. معاذ يا جدعان برضه عشان أخويا معاذ. جدع. ايوه ما بقى. هو جاي اساسا عاطف معاكم هنا. انا جاي بحب اللمه الكبسه دي دي. صح الصح. انا اولا يعني شكرا على وقتكم اللي انتوا قعدتوا حبيبي يا معانا. معلم والله يعني هو فعلا احنا واقفين شرف مع لينا اخونا يا والله. حبيبي عم معلم. والله. صحيح انتوا هي كانت يعني اي حد داخل خارج، اه بس والله. انتوا ناس. تعال يا عم، تعال اطلع برضه معانا. تعال يا عم ده بيغني. انا سمعت ان انت عندك موهبه وان انت زعلان من الامتحان. تعال بس كده عشان الراجل ده يظهر معانا. انت زعلان ليه الاول بس؟ والله عشان هسقط في الامتحان غالبا. ليه يعني؟ هو الامتحان اتعلم لسه؟ لا المشكله اللي انا حليت نموذج غير النموذج، فاهم؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. نزل لك ورقه في حالات لقيتها بتاعت اللي وراك اساسا؟ لا هو بص افهمك، هو بينزل لنا نموذجين، نموذج رقم نموذج قصدي اسئله ونموذج اجابات. انت لقيت واحد؟ قصدي مؤاخذه بس معلش، نموذج اسئله ونموذج اجابات. حلو. فاهم؟ يعني ورقه اسئله ورقه اجابات بابل شيت. فانا خدت النموذج بتاع الاسئله غير النموذج بتاع الاجابات، انت فاهم؟ وهي دي قصتي. الموهبه اللي عندك، انا سمعت انت بتغني راب. ما الموهبه اللي عندي مدفونه دلوقتي عشان لا معلش، حزين. عايزين نكتشفها. ما يعني يمكن حد يكتشفك بجد. الفيديو ده يعني مش عارفين هيجيب كام مشاهده، بس هو ممكن حد عنده بيقول يكتشفك لك بجد. 100,000 على فعايزين، او الفيديو هينزل على تيك توك، على الانستجرام، على الفيسبوك. وهم هيدعوا لك يا عم ما تقلقش. هو الراجل زعلان، انت متضايق ليه طيب؟ طب انا مالي يا عم؟ اللي انت خدت نموذج غير نموذج، انا مالي يا عم؟ هو الموضوع مؤثر على نفسيتي صراحه. الراجل ده خلينا نقطع شرايين يا جدعان. هو لسه هتقطعها؟ احنا قطعناها خلاص. يعني اغني لما اجي اغني بحزن كده، فاهم؟ وانا مش عايز احزنكم معايا. يا عم عايز غني يطلع بحزن. الموهبه بشكل صحيح عشان لو فاهم حد شافه. احنا ان شاء الله نقابلك تاني ان شاء الله وهيغني لك وانا هغني لك كمان. انا صوتي حلو. بتغني برضو؟ بس انا برضو عندي موهبه بس ساقط برضو انا. وانت اقف وشك عشان تظهر في الكاميرا. هو ودانه زهره اصلا. بالورقه والقلم خدتيني 100 قلم. مش كانت كده؟ يا اسطى انتوا موهبه فذه. عيب عليك. انتوا موهبه فذه والله. ده عايز بس اشهر ابن خمي وابن عمي محمد اسامه زينو من الجيار. وهو راح انت فين؟ مش في فرح. خطوته. انت مش في فرح. انت وبمسي عليكم من قلب اليوتيوب. والراجل ده ادوا له الربح كله يا جدعان. الراجل ده جدع قوي. قوي. حاجه يا جدعان عشان بيفيد الناس كمان، معلوماته كتير. والواد ابو شعر كيلي ده راجل مظبوط، واللي جنبه برضه راجل مظبوط. هم مش هيطلعوا في الكاميرا، بس معلم. هبقى انزل لك صورهم. قشطه يا معلم. الناس دي مظبوطه وانت مظبوط برضه اخيرا والله. بقى ندي حضن للراجل ده عشان احس ان هو هيعيط. انا يعني والله معلش يا خلوه. لا معايا يا جدعان. الراجل ده حزين. اديله حضن من ورا. ما تزعلش يا جدعان من الامتحانات، ما تزعلش، وكده كده خير يعني. وقف يا بندق. وقف يا اسطى. كات يا بوندو.